هذه الأيام العشر يشرع فيها جميع الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة الصيام، فإنه عمل صالح، ولا سيما يوم عرفة وهو اليوم التاسع فإنه أفضلها، جاء فيه فضل خاص. فالصيام عمل صالح، قيام الليل عمل صالح، تلاوة القرآن عمل صالح، الدعوة إلى الله عمل صالح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل صالح، وهكذا صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الناس. ومن العمل الصالح كف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس في كل وقت، ولا سيما في هذه العشر، فلا تؤذي أحدا بقول ولا بفعل، لا بلسانك بالغيبة أو بالنميمة أو بالسباب أو بالشتام، ولا بيدك، لا تبطش بيدك إلا فيما أباح الله لك، ولا تتناول بيدك ما حرم الله عليك من المعاملات المحرمة من الربا وغيرها، لا تمشي برجلك إلى ما حرم الله عليك، لا تتمنى بقلبك وتهوى الحرام، وهكذا. كذلك عليك أن تحفظ سمعك وبصرك عن النظر إلى ما حرم الله عليك، عليك أن تغض بصرك، كذلك عليك أن تغض سمعك فلا تسمع ما حرم الله عليك. هكذا ينبغي المسلم أن يكون قدوة في الخير، وأن ينتهز الفرصة وهذه الأيام العظيمة يستغلها فيما أباح الله له.